عليكم. وصفتنا اليوم دجاج بالكاري. طبعا هاي الوصفة من الأكلات الهندية، والأكلات اللي طبعا الكل اللي جربها حبها، وقلت اليوم أنا راح أجربها أول مرة. أنا ما أكلتها برا بس ما مسويتها بالبيت، فحبيت هاي الوصفة أجربها وياكم. كل اللي أحتاجه هنا راس من البصل، أنا ثارمته ناعم ومقطعته وخليته بملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين من زيت الزيتون، وأبدي أحمس البصل. من أحمس البصل هنا ما أخلي البصل هواية يعني يحترق، يعني يصير بس مجرد يذبل. بعد ما تذبل يعني يذبل البصل، أني أكون هنايم محضرة 3 فصوص من الثوم، ثارمتهم ناعم أو بارشتهم. وانتبه إنه من أحمس ما أخلي المواد تحترق، بس ريحة الثوم تطلع. أبدي أضيف هسه راح أضيف قطع الدجاج. أنا هنا مسوية طبعا تقريبا صدر دجاج، يعني مقياس كاسة من لحم الدجاج، وأضيفه على هاي المواد. انتم طبعا كل ما تزيدون المواد زيدوا يعني الكمية وياها. هسه أنا هنا تقريبا قطع الدجاج صدر واحد من الدجاج. هاي الأكلة طبعا أنا حبيت أجربها لأول مرة، سويتها بالبيت وأريد أشوف النتيجة شلون راح تكون، مثل ما ماكلتها برا. شوف النتيجة. بعد ما حمست الدجاج بهالطريقة هذا تكون لونه أبيض. يلا شوفوني، يلا تضيفون البهارات اللي راح أحتاجها. كمية البهارات اللي راح أحتاجها لهاي الكمية، هنا أنا محتاجة الزنجبيل، وملعقة صغيرة زنجبيل، وملعقة صغيرة كاري، والكركم، ويعني حبتين من الهيل، والفلفل الأسود، والكزبرة، والكركم. هاي بهارات كلش ضرورية، يعني لا، يعني إذا ما عندكم نوع واحد منها لا تسوون الوصفة. تجمعون هاي البهارات مع بعضها ونضيفها على الدجاج، ونبدي نحمس هاي المواد مع بعضها إلى أن تطلع ريحة الدجاج وتنكه القطع الدجاج بهاي البهارات. أنا هنا وراها راح أحضر تقريبا بوتيتا صغيرة بها يعني 4 5 قطع، لأن أنا الكمية عندي قليلة، فدائما يكون البوتيتا أقل من الدجاج. ضفت البوتيتا على هاي المواد وأبدي أحمسها. بعد ما حمست هذه المواد، هنا أنا ضفت نص ملعقة معجون لا تكثرون. وهنا أنا خالة كوب من الطماطة اللي عصرتها ومصفيتها، أضيفها على هاي المواد. بعد ما حمسنا المعجون ويا الطماطة راح أضيف قلاصين من المي. أنا ضفت هنا، كملت القلاص، يعني ما مبين بالتصوير، بس أنا ضفت قلاصين مي خليتهم على المواد هاي، يعني هاي الكمية احتاجت قلاصين مي. هنا بعد ما ضفنا المي وصار شكلها هيجي، أبدي أضيف هسه قلاص الكريمة. هاي قلاص كامل من الكريمة. بنات إذا ما عندكم كريمة وما توفرت، ممكن تخلون قلاص حليب وياه ملعقة من القشطة، هم ترهم الشغلة. أو حتى إذا عندكم روبة، بس أنا عندي كريمة وخليت. ضفنا القلاص الكريمة على هاي المواد، وبدت هنايا تفور المواد. أنا خليتها تقريبا 3 ساعة على نار متوسطة. وهنا بعد 3 ساعة ضفت الماجي، وأبدي أخليها تقريبا 5 دقائق أو 10 دقائق على نار هادئة. وصار شكل هاي الوصفة مالتنا بعد ما خلصت. طبعا هاي الوصفة يعني بعد ما يعني كملت الوصفة وقدمتها مع التمن الشعرية، كانت كلش طيبة، وتندمت انه انا كنت مسوية كمية قليلة. وشوفوا نتيجتها، النتيجة كانت جدا روعة وطيبة. انصحكم بتجربتها. اذا عجبتكم الوصفة، اللايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس امرا.